الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى. بعد سويعات قلائل تدخل علينا أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وجاء عند البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا الصحابة الكرام: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، واستثنى بأبي وأمي، قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. الجهاد الذي تبقر فيه البطون وتتطاير الأطراف وتتساقط الجماجم وتسيل الدماء وتتناثر الأشلاء ويتم الأولاد وتثكل النساء وتبلغ القلوب الحناجر. العمل الصالح يعدل عمل من خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. احرص يا حبيب على ما ينفعك. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، النفس طماعة فألزمها قناعة، ليس بعد هذه الدار من دار إلا الجنة أو النار. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أيهما أفضل، أيام العشر الأخيرة من رمضان أو إلى أيام العشر ذي الحجة المقبلة علينا؟ قال: أيام العشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضان. أكثر من الصدقة والإحسان، أكثر من الاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، أكثر يا حبيب من الصيام، فإنه من أعظم القرب عند الواحد الديان. قال الله جل وعلا فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: الصوم لي وأنا أجزي به. أكثر من تلاوة القرآن، الختمات تلو الختمات. أكثر يا أخي من صلة الأرحام، من ذبح الأضحية والتقرب إلى الله بذلك. يقول بعض السلف: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. ويقول بعضهم: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه فيما عند الله. أكثر من الدعاء والإلحاح على الله جل وعلا. الدنيا تذهب وتزول ويبقى العمل الصالح، وتبقى البشارة بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصلى الله على نبينا محمد.